نهاركم أسعد الأيام. اليوم عندنا خرافة جديدة يحكيوا على تاجر عنده فلوس بالربا وعنده طفل كعبة واحدة يشوف فيه وفي ربي. عاد الطفل هذايا رباوه تربية متاع دليل، وكيف ما يقولوا دليل يخلف الهبال. ملي هو صغير الطفل ما حبش يدخل الكتاب، قالوا له ايش عليه مش لازم تدخل. ما حبش يتعلم صنعة، قالوا له الفلوس موجودة ولا خوفا من الفقر. فاش قام تعلم في الصنعة؟ انت باش تكبر تولي معلم، فاش قام عليك يا اخي؟ طفل كبر طاسة وفي جنبها نقبة، لا يعرف يفك الحرف، لا يعرف يخدم صنعة كيف الناس، لا يعرف يعمل حتى شيء. هاوك الراجل هذاك مسكين قدر عليه ربي مات يا اخي، خلى الورث نتاعو كل هكا. الطفل يلقى فلوس بالربا وارثهم وحوانت وجاه وكار، وهو عاد قلنا مدلل من اللي هو صغير يموت كان على حاجة لممو. مشى ركز كرسي في وسط الحوانت نتاعو، وجاو يجيو الصحاب وبداو الرياقات والخلاعات والشيخات بك الفلوس وهو شيخ بهم. اجبد ما ترد الجبال تتهد، كلا رزقه في عام في عامين قيد فلسة يا اخي. رصاتلو بدا يبيع في دبشو، وبداو الناس القريب والعدو والصديق يضحك عليه يا اخي. قال تو انا باش نخلي روحي هكا والناس يضحكوا عليا في البلاد هذيا، كيفاش وليت من حال ومشيت من حال وليت في حال، وكيفاش رزق بابا مشى وتفيا ومشيت فيا وفي الحشاشة. خلنا نمشي نقلب وجهي على قليلة كي نتهان بين الغربة. مشى هز روحه وخرج من بلاده باش يشوف اموره. هاوكا قعدوا له طرفة فلوس بعد ما كمل بيع الدويرة اللي هي اخر حاجة قعدت. يلقى روحه نزل في مدينة جديدة. المدينة هذيك بدا يدور فيها يشوف فيها ويقلب ويفكر يعمل شي حاجة يستقات منها. قلنا عاد السيد لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب لا يعرف صنعة لا حتى شيء. يا أخي بدا يدور ويشوف شنو الحاجة اللي تمشي وشنو الحاجة اللي ما تمشيش في المدينة ذيك. يلقى الحوانت بالربا، يلقى الكوش برشا، يلقى الحجامة برشا، يلقى كل أنواع الحوانت والتجارة الكل برشا. أما رأى اللي فما حويجة برك هي ما موجودة برشا في البلاصة ذيك. في المدينة الكل ما راه كان كتاب ولا زوز. عاد قال مادام الفروخ برشا والكتابات شوية، خلنا نعمل كتاب. اما كيفاش باش يولي يقري هو اصلا ما نجمش يقرا؟ قال اللي ما يستحيلش ما ياكلش الخبز. امشى اشرى عمامة كبيرة، عمامة كي عمامات سلاطين بن عثمان. مشى خذا قفطان واسع هكا وطويل، عمل طلع بشمق كيف بشمق الشيوخة، خلى لحيته تطويل، اشلاغمو زاد خلاهم يطويلوا او كحففهم شوية وبرمهم. بدا بعديك وشرى خاتم عقيق احمر حطوا في صبعه. مشى للنجار قال له اعمل لي كالسدة ومعاها فلقة واربع صي طويل، وعمل عكاز في يديه ولا يدور ويخيط في المدينة، لا يكلم حد، خشمه في السماء. لين الناس قالوا يندرا شكون هالغريب هذايا، الشيخ الكبير هذايا اللي جاء من بلاصة من بلايص الشرق، وهو اللبسة متاعه متاع لبسة الشيوخة اسطنبول. هذا اللي ربي ينفعنا ببركته اللي جاء سكن في وسطنا. وبعد هيك حتى اللي قلنا عليه الكل فكلح في حوينة تكريه
وعلق اللوحات اللي يكتبوا عليهم القرآن قدام الحانوت. يا اخي جاوه الناس، بعد الناس يحبوا المنظرة، بداوا يجيوها الصغار اللي قارين خاتمين النص ولا خاتمين الربع متاع القرآن، وتعبوا من المشين والجايين على الكتاتب الصغار البعاد، وبداوا يجيوه الصغيرات اللي ما يعرفوش يفكوا الحرف. عاد هو باش يعمل باش ينجم يقريهم هاوكا؟ يقول لهم حلوا قدامكم المصحف ونقلوا المكتوب فيه، هذه نون، هذه قنطرة راقدة، هذه سبركة واقفة على الألف، كل حاجة هاوكا بالقماير. وزيد جاء في جيه واحد طفل فريه، نقولوا احنا خاتم 3/4 القرآن، قعد له كان الربع الاخراني، الطفل هذايا قليل ما عندوش فلوس، قال له نعطيك بالباي وتتلهالي بالفرق الاخرين. يا اخي اعمل لك هكا. ولا صغار داخلين صغار خارجين، والراجل تنفم في اموره، ولا من اكابر المدبيه متاعك المدينه ذيك، وهو لا يعرف يقري، لا يعرف يقرا، لا يعرف حتى شيء، ديما شادك السده قاعد عليها والفروخ يخدموا فيه. عاد مرة من المرات جات امرأة هزة في يدها جواب، هو راها قال هذيا كما تقول لي اقرا لي الجواب وانا كما نوحد. يا اخي ما نروحوا ما راهيش، شدته قالت له يا سيدي، قال لها ماشي نصلي العصر توا، قالت له العصر راهو مازال بعيد، وهو لا يعرف يصلي لنهار صلى، حتى من الوضوء ما يعرفش شنو نواقضه، ما عرفش كان هاكا يعمل روحه يفرك في جيه ولا يمسح في وجهه. عاد ترميتك المراه في الحانوت، قالت له برحمة اسمك العزيز، برحمة والديك اقرا لي هالجواب، راهو جاني من راجل وانا مزروبه، وبالله يا سيدي راهو سيدي الشيخ راهو مازال ما اذنش وما يسالش بنيتك راني. يعمل هكا تحصرش باش يعمل ما ينجمش يسل روحه، شدك الجواب حلو، لا يعرفش يفك الحرف. قلنا بدا يمثل اللي هو يقرا يتمتم، مره يحل فمه، مره يبقق عينيه، مره يقلب الجواب، كل مره يعمل حاجه. المراه قالت الشيخ توا من قبيله وهو يبقق في عينيه في الجواب، والراجل عنده مجيده ما يبعثش جواب، قربت تقولوا احنا نص العام يبقق في عينيه، هو حل فمه، هو كشنف وجهه، هو قطب حواجبه. ربي يستر، كان ما يطلع الراجل صارت له حاجه، هو راجلها يخدم في اسكندريه متغرب، وكان ما يطلع الراجل خلط على ابوه وامه، وما ذوكم دار راجلها يموتوا صغار. قالت والمراه الواسه قالت كان ما يطلع مات. غزرت هو ما قال حتى شيء، قعد ساكت. قالت له يا سيدي الشيخ اش فما؟ اسكت. قالت له قل لي بجاه ربي قل لي. اسكت. قالت له قل لي الراجل مات. اسكت. قل لي مولا بيتي مشى. اسكت. قالت له قل لي نندب خدودي. يا اخي قال لها اندب. شدت عاد بركت فك القاع، نحات الفولارة متاعها، شقت السفساري متاعها، وبدات هذه تنفع هذه تضر، هذه تنفع هذه تضر، دمومات تسويقي وهي تندب في وجهها. كملت روحت للدار، صيحة قبب في الزنقة، صيحة قبب في الدار، بناتها كملوا نصبوا ميعاد معاها، الجيران جاو، ما هو كل شيء بالدين حتى من جيب الخدين، اللي هذه ما هي ندبت لهم في ميتاتهم مش ندبوا لها في ميتة راجلها، والسياحات والهم الازرق في دار فلان الفلتاني كلمة غرب في اسكندريه، جاي خبره مسيكن مولا بيتها مات، وهي تندب وكيكا. يسمع جار الساس الصياح والعياط وهو صاحب راجل هذايا، جاها يجري قال لها يا مرا شبيك يا اخي شنيا اللطف نجيب هذايا والعويل؟ قالت له ما هو صاحبك الدوام لله، وصلنا خبروا اليوم في جواب. قال لها صلي على النبي، اليوم الصباح هكا هوكا يوصلني منه جواب، الراجل لبس عليه وقال لك كان قريب نرجع، وبعث لك هوكا قفطان وسفساري
في باش يوصلوا مع البابور غدويكا ولا بعد غدوة. وراه قال لي اللي هو ما يحبش يبعث ليك انت حتى جواب، على خاطر انت ما تفكش الحرف وباش تقعد تخسر في الفلوس وتتبع في المدبية، والمدبية قليل في المدينة. اوكي يبعث لي انا وانا راني نطمن فيكم عليه. تعمل لك؟ قالت لا اله الا الله. قال لها ومين ليك الخبر انت؟ وشكون قرا لك الجواب؟ قالت له المدب الجديد، قال لي يلبس كي شيوخ اسطنبول. قال لها لا اله الا الله. مشيت هكا المراه لبست سفسراها ومشيت تشي للمدب. قالت له يا سيدي المدب، يا اخي شنيا؟ قلت لي الراجل مات وهو لاباس عليه حي يرزق، ومازال كيبعث اليوم جواب الجار الساس وصاحبه وما فما منها حتى شيء الحكايه، وهاو جاري يقرا الجواب يلقى فيه حتى شيء، يلقى فيه اللي هو بعث لي قفطان وسفساري. قالها تي ماني راسي مفولغ بالصغار وهم بسم الله الرحمن الرحيم ونهار كامل وهم يقراو ولازمني نختم لهم عن قريب. والديهم بداو يزربوا فيا ونهار كامل وانا نخدم راسي مفولغ. جيتني ناقص نوم كي ريت قفطان وريت سفساري، اما ريت القفطان ملفوف في وسط السفساري، عاد مشى في بالي يبيت ومكفنينه. غزرت له قالت له قفطان في سفساري مكفنينه. اسمع يا مدب، اذا كان انت تعرف تقرا، انا راني الشيخ بن عرفة وبرا الله لا تسامحك في النهار اللي دخلت فيها غولة انا وبنياتي، ولا تسامحك في الصغيرات هذوما اللي تاخذ عليهم في الفلوس من والديهم وانت لا تعرف تقرا باش تنجم تقريهم. ودارت خيطة المدينة والربتين فضحته، والناس الكل عرفوا اللي هو ما يعرفش يقرا. كمل عيطوا القاضي جاب عليه البينة، عطاه من الفلقة لنشبع. بعديك هوكا الناس كل خرجوا ولادهم من الكتاب، جمعة جمعتين قيد فلسة وصبح يساسي فك المدينة. وذاك حال اللي لا يتعلم صنعة لا يقرأ قراية. وما فما في الدنيا ذي كيف ما قالوا لنا والدينا يهزلك قدرك ويعمل لك قيمة بين الناس كان علمك ويوفى مال الجدين وتقعد صنعة اليدين.